على مساحة تناهز 8020 مترا، أنهت شركة سوميكوترادا المغربية وبشكل كامل أشغال تعشيب أرضية ملعب البريد بمدينة الرباط. وجرت هذه العملية الدقيقة التي استعانت خلالها الشركة بآليات جد متطورة في تركيب العشب الطبيعي الذي جرى نقل قطع منه تزن أطنان عبر شاحنات خاصة من مشتل بقدور ضواحي طنجة، وهو ذات المشتل الذي زود ملعبي مولاي عبد الله ومولاي الحسن وكذا الملعب الكبير بطنجة. وبعد أشغال كبرى همت أرضية الملعب وشملت تركيب 48 رشاشة مياه إلى جانب آليات ومعدات خاصة وسط الأرضية، أطلقت عملية تركيب العشب الطبيعي وتثبيته وفقا لمعايير الدولية. وفي ظرف وجيز ومن خلال القيام بعمليات دقيقة لم تتعدى 4 أيام داخل أرضية الملعب، تم الانتهاء من تثبيت وتركيب العشب الطبيعي في كل مساحات الملعب، وهو ما تطلب تقنيات عالية الدقة من قبل الشركة المعنية التي سيواصل عمالها وخبراؤها مواكبة نمو العشب الطبيعي قبل إخضاعه لعملية تهجين في الأيام القليلة المقبلة كي يكون جاهزا لاستقبال مباريات الحدث الإفريقي بالعاصمة المغربية الرباط.